اهلا وسهلا يا حبايبي، معاكم جدة ملك. وحكاية النهاردة بتقول ظل راجل ولا ظل حيطة. طبعا ده المثل ده مثل شعبي بيتقال في الأحياء الشعبية اللي كانت ساكنة فيها نورة، بنت جميلة وذكية، ورغم كل جمالها وذكائها كانت طيبة وطموحة، وكانت دايما عايشة تحت ضغط من أمها الست سعاد، اللي ما كانتش بتفكر في حاجة غير حاجة واحدة بس: الناس كلها اتجوزت وانتي هتفضلي قاعدة كده؟ يا بنتي لازم يبقى في حياتك راجل، ظل راجل ولا ظل حيطة. نورة ما كانتش بقى مبسوطة بالكلام ده، وكانت دايما بتحلم ان هي تكمل دراستها وتشتغل وتحقق ذاتها، لكن كل يوم كانت تسمع نفس الجملة لحد ما جالهم يوم واحد اسمه علاء، راجل في 40 من عمره، صاحب ورشة وأرمل وعنده ولدين، وجاي يتجوز نورة. نورة ما كانتش مرتاحة للموضوع ده، بس أمها ضغطت عليها: يا بنت الراجل مستور وبيشتغل وهيعيشك في مكان كويس، وبرضه باسمك متجوزة، وانتي مش كل يوم بيجيلك عرسان، وانتي من صغيرة. وبعد ضغط شديد اتجوزت نورة، وفي أول أسبوع بان على حقيقته. الوجه التاني لعلاء كان عصبي وبيغلط في الكلام، وبيبتدي يتحكم في كل حاجة: لبسها، شغلها، وتليفونها، وحتى زياراتها لأهلها. مرت الشهور ونورة فقدت ضحكتها وفقدت راحتها، وبقت عايشة في بيت كله صراخ وقلق. وكل ما كانت تشتكي لأمها، أمها ترد عليها وتقولها: استحملي يا بنتي، كل الستات كده ومش بيضربك. لكن في يوم لما علاء مد ايده على نورة قررت تمشي، رجعت لبيت أهلها، بس المرة دي كانت براس مرفوعة، وقالت لأمها: هنا بقى حكمة اللي من الحكاية اللي ياريت كلنا نتعلمها. لا ظل راجل يا ماما، لو الراجل ظله بيوجع وبيهين الكرامة، يبقى الحيطة أرحم منه. قولولي بقى ايه رأيكم في الحكاية، ولو عجبتكم اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس ودوسوا لايك. كانت معاكم جدة ملك.